السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. صباح الخير. الحمد لله النهارده الجو حلو قوي. امبارح كان عندنا عاصفه رمليه بس الحمد لله انها خلصت على خير. فاحنا قررنا ان احنا نروح نفطر بره في مكان جميل جدا. يلا نشوفه مع بعض. متنسوش كمان تدوسوا على سبسكرايب او اشتراك اللي باللون الاحمر وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد من القناه. النهارده هنروح نفطر في مكان انا بحبه جدا، هو اسمه كامبس او المخبز الالماني، وده شكله من جوه. لو حد راحه يقول لي ايه رايه فيه وبيحب ياكل ايه هناك. دي الاطباق اللي اولادي هياكلوها. عندي هنا ومعاذ هياكلوا ساندوتش بيض، وسما طلبت وافل بالشوكولاته وزبده الفول السوداني، وده الطبق بتاعي انا فطيره الفواكه المشكله مع القهوه طبعا. جه بقى اجمل وقت في اليوم، طبعا هو وقت حل الواجبات والمذاكره. فده الواجب بتاع هنا، تعالوا نعمله مع بعض. وهي عندي سما عندها امتحان فرنش بكره، فحبيت ان انا اعمل لها مراجعه، وحبيت اوريكم بقى الرسم الفظيع الجميل بتاعي وخطي الجميل ده. فربنا يوفقها ان شاء الله. بالنسبة للسناك الأول، الأولاد هنا هياخدوا برتقان وفراولة مع شوية من البسكوت المملح، هما التلاتة هياخدوا نفس الحاجة. وده شكل الكيس بتاع البسكوت، هو اسمه ريدز بسكوت بالملح. بالنسبة لي أنا هاخد واحدة من فتنس بار مع شوية من اللوز المحمص بالعسل. أول مرة أجربه، وده كل حاجة في السناكس. دلوقتي بدل ما هنتفرج على فيلم انا جبت لهم هنا لعبه من جرير، ده شكلها، وهي فيها كذا نشاط. ففيها هنا ان هم يعملوا ساعه او حاجات هنا، حاجات الشهور بتاعه السنه، او هيمسوا ثانيه ارجع لورا. شهور السنه، وفيها هنا بازلز، وفيها هنا كمان الايام. نشوف هم عايزين يلعبوا بايه النهارده. ماما ثانيه واحده. تحبوا تعملوا ايه النهارده؟ نعمل بازل. طيب في هنا كذا واحد، استنى المفروض في 3. ففي هنا ده بتاع الوينتر. عايزين بتاع الوينتر. نعمل بتاع الوينتر؟ ايوه. طيب استنى اطلع لكم كل الاجزاء. فكوا الاجزاء كلها. النهائي للبازل اللي احنا عملناه النهارده. عن ده فصل ايه؟ الشتاء. فصل الشتاء. فصل ايه هنا؟ الشتاء. خلاص الاسبوع الجاي ان شاء الله تحبوا تعملوا انهي فصل؟ انا كمان. نحب تعملوا ايه الفصل الجاي؟ نعمل الربيع ولا نعمل ايه؟ لا يا سمر، نعمل ده. نعمل اللي هو انهي؟ سمر ده الصيف. اختاروا ان هما الاسبوع الجاي ان شاء الله يعملوا الصيف. هعمل لهم النهارده مكرونه بالهوت دوج والخضار. فاول حاجه هقطع البصل لشرايح رفيعه، وهقطع الطماطم لمكعبات صغيره. انا هنا استخدمت بصله متوسطه وطماطميه متوسطه، وكمان هنا هقطع شويه من الهوت دوج لحلقات. واخر حاجه هقطعها هي شرايح من الزيتون. انا بحب احط فلفل بس للاسف ما كانش عندي كمان فلفل. على طاسه على نار عاليه وفيها شويه من الزيت، بعد ما يسخن بنزل الهوت دوج والبصل مع بعض لان هما بياخدوا نفس وقت السوا. بعد ما يتحمروا بالشكل ده هضيف عليهم الطماطم والزيتون، هشوحهم تشويحة بسرعة خالص، وبعد كده
هرش عليهم بس رشة صغيرة من الملح، وهحط عليهم علبة كاملة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم الجاهزة، ومعلقتين كبار من الكاتشب. هي طبخة سهلة جدا وسريعة جدا والاولاد بيحبوها. هقلب ده كله مع بعضه، وهضيف نص كوباية من المية السخنة، وهقلبهم كويس واسيبهم بس كده دقيقتين على النار ياخدوا ويدوا كده مع بعض. وبعد كده هيكون عندي الصوص جاهز. كمان هنا بستخدم مكرونه بالشوفان من كويكر. هاخد شويه من المكرونه وهقسمهم بس نصين علشان الاولاد يعرفوا ياكلوها كويس، وهحطهم واسويهم بالطريقه العاديه. كل حاجه عندي استوت، فهحط الصوص بتاعي بتاع الهوت دوج والخضار عليه المكرونه، وهقلبهم كويس جدا، وكده تكون المكرونه خلصت. ده شكل اطباق الاولاد. عملت لهم كمان طبق من الشوربه، كنت وريتها لكم قبل كده في مشتريات اللانش بوكس. ده شكلها، هي شوربه الدجاج والمكرونه، بس هم للاسف ما حبوهاش قوي، يعني ما خلصوش طبقهم في الشوربه. وده طبقي انا، وانا بحب احط على المكرونه دي شويه من الشطه، بيبقى طعمها رائع. ودلوقتي جه ميعاد التنس، فانا هاخد لهم معايا سناك كالعاده. حطيت لهم هنا شويه من الفيجي ستروز دي في الاكياس بتاعه الزيبلوك، وده بنكهه الرانش، ودي بيكون فيها خضار حقيقي وبيكون فيها دهون اقل، وانا جايباها من كارفور. وكمان هنا عندي سما وهنا هياخدوا عصير اورجانيك بالبرتقال من سان بلاست، لكن ميزو هياخد لبن بالفانيليا. وهنا خلاص ادينا وصلنا لملعب التنس للبنات بيتدربوا فيه، وهم حبوا ان هم يتصوروا ويعملوا لكم قلب في الصورة. هنشوفكم بعد ما يخلص التمرين ان شاء الله. واخيرا جه وقت العشاء. عندي هنا سما تاخد كوبايه لبن دافي بالنسكويك عشان هي زورها وجعها مش قادره تاكل. وهنا هنا تاخد ساندوتش جبنه رومي، انا بس قسمته لها نصين معدنه بالشوكولاته، وميزو هياخد نص ساندوتش جبنه رومي معدنه بالشوكولاته. ده بالنسبه للعشاء. وخلاص جه وقت النوم. وقبل ما ننام احنا بنحب نحكي قصة قبل النوم. دلوقتي احنا بنحكي قصة اسمها 365 مع خاتم الانبياء، وهي مقسمة من جوه كل يوم جزء من القصة. احنا حاليا وصلنا تقريبا لليوم 170 تقريبا. خلاص هي دي الورقة المتنية. اليوم 175 في ربوع بدر. ده كل حاجة للنهاردة وكل حاجة في الفيديو ده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتستنونا فيديو جديد قريب ان شاء الله.